حازم في الاول كان مقضيها مع شهد ومقرطس انجي. احكي لنا يا استاذ محمود، هل في مرحله ما، مش هنقول دلوقتي عشان ما ابوظلكش الدنيا، كنت زي استاذ حزومه كده؟ بصي يعني اكيد، بس يعني مش عايزين نقول كده عشان محدش يزعل مننا، يعني ساعات شويه. ماشي اللي انا بعد. دلوقتي كويس، دلوقتي انسان كويس. شهد كان شكلها بسكوتيه بس الاكيد انها هتعورك. احكي لي عن اكتر موقف ثعباني حصل لك من حد، وهل عرفتي تعوريه وتاخدي حقك ولا فضلتي بسكوتيه؟ هي شهد كان شكلها بسكوتيه اصلا منين يعني؟ هي ما كانش شكلها بسكوتيه خالص. لا بس يعني في الاول كان شكلك لا كده يعني. انت يعني كمان انت فار الصندوق وبتاع، فانت يعني مش محدش متوقع منك كده. طريقتك حتى وانت بتسلمي عليا وبتضحكي في وشي كده بسكوتيه فعلا. لا انا ما بعرفش اخد حقي بصراحه خالص، انا يعني بسكت، مش بعرف اخد حقي من اي حاجه خالص. مفيش ولا موقف في حياتك خدتي فيه حقك؟ لا طبعا باخد حقي، بس يعني كلام مش فعل بقى وتخطيط وانتقام وكده، لا خالص. عمرك ما خططتي لحاجه يعني؟ لا خالص. هي المفروض تختار حد يجاوب الاجابه دي. ايه ده المفروض دلوقتي المفروض اختار حد؟ بسنت، عشان بسنت بسكوتيه قوي في الحقيقه وفي المسلسل، فعايزين نعرف. قصدها ان انت مش بسكوتيه يعني؟ انا ولا في الحقيقه ولا في المسلسل. ايه اكتر موقف ثعباني حصل لك من حد، وهل عرفتي ان انت تاخدي حقك تعوريه يعني وكده، ولا فضلتي بسكوتيه زي ما انت؟ موقف ثعباني كانت واحده صاحبتي، بس كنا صغيرين شويه يعني، فدلوقتي انا بقول عليها ان هي كانت طفله. كنت إيه بقول لها الموقف؟ حاجات، ولما اتخانقنا قالت اللي انا كنت بقوله لها يعني. ايوه وعملتي هي إيه بتسال بقى؟ انت عملتي ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجه، قعدت اعيط بس. يعني فضلتي بسكوتيه؟ هي عايزه موقف انت انتقمتي فيه. لا ما انت عمري ما انتقمت من حد. احنا ما بنعرفش انتوا ننتقم. كلكم يعني خلاص كده مفيش حد بياخد حقه ولا اي حاجه؟ والله احنا شويه بسكوت، ما نقدرش احنا على الحاجات دي.